اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة جدا 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 جدا، وهي ليه الصيام المتقطع قبل رمضان، وايه اللي اتك عليه كده في الاكلات والوجبات والعادات الصحية، وايه اللي اتفاداه وابطله، ايه اللي اكله، ايه اللي ابطله، ايه اللي استمر عليه في الصيام المتقطع قبل رمضان، وليه اصلا ابدا صيام متقطع قبل رمضان. دي كلها اسئله هجاوبكم عليها النهارده. طبعا كلنا، انا هفترض ان احنا ما بنعملش صيام متقطع، وهفترض ان احنا كلنا عندنا مشكله وعايزين نخس، سواء كان زياده في الوزن او حاجات صحيه. فهقول لكم الخطوات اللي نبدأ بيها إن شاء الله مع بعض، واحدة واحدة كده، وتاخدنا مع بعض لبر الأمان والسلام. كلنا بلا استثناء بنفكر وفي دماغنا: هو أنا هخس في رمضان ولا هزيد؟ ده أنا السنة اللي فاتت زدت في رمضان، طب أنا السنة دي هزيد برضو في رمضان؟ طب أعمل إيه؟ هو أنا ناقصة؟ ده أنا عايزة أخس، أقوم أزيد؟ طب أتصرف إزاي؟ طب أعمل إيه؟ طب إيه اللي أعمله؟ هنقول كل الكلام ده مع بعض. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، قبل رمضان لازم يبقى لك قاعده كده مع نفسك. انت عايزه ايه من نفسك بالظبط؟ بصراحه كده، بامانه كده. ومين معطلك؟ ومين واقف قدام صحتك وقدام شكلك وقدام مصلحتك؟ مين واقف قدام شكلك ومصلحتك وصحتك؟ هل حد غيرك ولا انتي وتفكيرك وكسلك ومخك وخوفك؟ الإجابة طبعا هو انتي اللي عايزة مصلحة نفسك، وانتي اللي واقفة ضد مصلحة نفسك. طب ايه ده؟ هو لغز؟ لا، مش لغز خالص يا جماعة. احنا لازم ناخد كل حاجة بتعب شوية في الأول. علشان انا اتدرب على دخول رمضان هعمل صيام متقطع قبل رمضان. لازم لو ما كنتيش بدأتي من الفيديوهات اللي فاتت اللي احنا عرضناها، ارجوك ابدأي، ارجوك ابدأي. انا مش هطلع بقى اقول لك فوائده، انا كل ده قلته، ولا هقول لك نظامي وجدولي في الصيام، كل ده قلته. امال انتي طالعه تقولي ايه النهارده؟ طالعه اقول احنا مش داخلين على عذاب او ان انتي تراعي صحتك في الاكل والشرب، ده تعذيب لنفسك او حرمان. لا، ما تاخدهاش كده خالص، نهائي نهائي نهائي. امال اخدها ازاي؟ خديها ان انتي بتشتري صحتك. هو انتي لا قدر الله لو رحتي كشفتي والدكتور قالك لازم ان انتي تبطلي خالص 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 الدقيق الابيض علشان انتي عندك حساسية منه، هتعملي ايه ساعتها؟ هتفضلي تاخديه؟ لا، هتبطليه. هيبقى بصعوبة، بس هتبطليه ولا لا؟ هتبطليه. طيب لو انا بقولك قبل رمضان بطلي كتر نشويات، بطلي سكريات، بطلي كميات اكل كبيرة، هل ده صعب عليك ان انت تعمليه؟ صعب عليا ان انا اعمله، لكن هتدرب. كل شيء بالتدريب. هقول انا بشرب الشاي مثلا ب3 معالق سكر، انا هفضل اسبوع بمعلقتين بس، وهاجي على نفسي، والاسبوع اللي بعده معلقه، والاسبوع اللي بعده مفيش خالص. يجي عليا رمضان وانا بشرب المشروبات بدون سكر خالص. سهله اهي، وحصلت يا جماعه، وحصلت. انا لغايه العصير كنت بشربه من غير سكر، كنت بعمل العصير لاولادي. هي مش شطاره مني، هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ما انا ياما جربت قبل كده وياما فشلت، بس هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان حليفي. وانا كنت بتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، يعني بقول له يا ربي انا هبدا وعني وخد بايدي. فيجي عليا رمضان اعمل لغايه عصير الليمون اللي هو بيبقى ميزز جدا وصعب، اقوم عاملاه لولادي ومحليه لهم عشان يقدروا يشربوه سواء بعسل او بسكر، وانا اخده من غير لا عسل ولا سكر ولا اي حاجه. طب ازاي كنت بتعملي كده؟ هقول لكم ازاي كنت بعمل كده. كنت بعمل العصير من غير حاجه خالص الاول، حتى لو هو نعناع على ليمون او كده، واقوم شايله لنفسي كوبايه بس، وبعدين بقى احللهم هما الباقي، برتقال نفس الكلام. يبقى انا بعمل العصير
بشيله من غير سكر. ممكن تحطي معلقه، ممكن تحطي معلقتين، انا عارفه ان لينا معلقه او معلقتين في اليوم. تمام. طيب ده بالنسبه للسكريات، هتدربي نفسك انت بقى. انا بديكي امثله تعملي ايه. احنا في فتره تدريب، احنا دخلنا معهد تدريب قبل رمضان. انا مش هشرب بسكر، هقلل. انا مش هاكل عيش كتير ورز كتير ومكرونه كتير، هقلل. انا وبعد ما ابدا اقلل شويه بشويه بشويه بشويه، ادخل بقى اعمل صيام متقطع عادي جدا، هيبقى سهل عليا. وشوفوا بقى الفيديوهات اللي قبل كده اللي احنا منزلينها، وشوفوا تقدروا تطبقوها ولا لا. ساعتها هتقدروا جدا، لان انت دلوقتي قللت سكر، بطلت سكر، بطلت نشويات كتير، بطلت، ما بقولش امنع، بقول ابطل، اقلل. ماشي. زودت كميات من البروتينات. دي الحاجات بقى اللي ما تبطليهاش وتاكليها. كميات من البروتينات تظبطيها. ان ما كنتش بتاكلي بيض، كلي بيض مسلوق. ما كنتش بتاكلي لحمه، كلي لحمه. فراخ، كلي فراخ، وهكذا. يبقى انا عارفه ان في ناس نباتيه او ملهاش في اللحوم والفراخ والكلام ده. حاولي تجيبي البدائل، بس تكون نسبة بروتيناتها عالية. حاولي برضو تعمليها كفتة، تعمليها مش عارفة مشوية، بالطريقة اللي انت تقدري تاكليها بيها. مش لازم كله مسلوق، ومش لازم كله زي ما الناس كلها بتعمل. اعملي اللي يناسبك، اعملي اللي يناسبك. فانت لو بدأتي قبل رمضان تقللي كميات وتقعدي فترات ما تاكليش، هتدربي نفسك كويس قوي على الصيام المتقطع. تدخلي بقى شهر ولا حاجه كده في صيام متقطع، وبعدين يجي رمضان بقى هتقابليه بكل ترحاب، ولا هتدوخي ولا هتعطشي ولا هتجوعي، وهتظبطي امورك وهتظبطي الدنيا كلها. هو ده اللي انا طالعه اقوله لكم النهارده. دربوا نفسكم قبل رمضان على تقليل اكل معين وتزويد اكل معين. قللي نشويات وسكريات، وزودي شرب ميه، وزودي بروتينات. تمام. يبقى دي، ودايما كلي حاجات صحيه. يعني لو قدامك موزه وقطعه جاتوه، كلي الموزه حتى لو هي نفس السعرات. كلي الموزه. الموزه بتبقى صحيه، لكن التانية مصنعه، فيها حاجات مش صحيه. فلو دي 150 سعر ودي 150 سعر، لا، كل ال 150 سعر الصحي. شفت بقى الدنيا بتتقاس ازاي وبتتعمل ازاي؟ هي كده، هي كده. حاولي ان انت تظبطي الدنيا دي كلها. هتلاقيكي داخله خفيفه جدا على رمضان، هتلاقيكي داخله مش بتدوخي. يا جماعه انا كان بيحصل لي حاجات قبل كده في زمن فات، ان انا كنت بفطر قبل رمضان بربع ساعه. انا مش عايزه اضطر ان اقول الكلام ده من شده الالم والجوع وسكري نازل، لاني مش مظبطه حاجه خالص. فليه؟ كل ده بنقدر نتفاداه ونقدر ندخل على ده. انا عارفه يا حبايبي ان الموضوع صعب، وفي ان انت هتيجي على نفسك شويه، بس احنا مع بعض اهو. هناخد بايد بعض ان شاء الله، وهتوصلي لهدفك وهتوصلي اللي انت عايزاه. بس ارجوكي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتشيري الفيديو للمهتمين. وعايزاكم تشدوا يعني حيلكم معايا شويه ان القناه تعتمد. انا نفسي انها تعتمد قبل رمضان، علشان كميه الفيديوهات اللي فيها. انا داخله على 200 فيديو عاملاهم افاده ليكم. يعني انا خايفه ان انا ادخل على رمضان، لاني بادئه في رمضان اللي فات، ادخل على رمضان يتحذف لي فيديوهات من عدد الساعات او كده. فده بصراحه ما يرضيش حد. فانا بكلمكم بكل اخوه، بكل يعني ايه تعاون مع بعض. انا عايزه القناه دي تعتمد، انا عايزه استمر، انا عايزه ابقى معاكي واخد بايدك كده واشجعك لغايه ان شاء الله ما توصلي للهدف اللي انت عايزاه. بحبكم جدا جدا جدا، ويا رب يحقق لكم املكم ويبلغنا رمضان ونحن في احسن حال. مع السلامه.